ندهها بصوت عالي فطلع له شوية رجالة. واحد فيهم حاول يسرق مسدسه، بس المفاجأة إن كان في تعبان براسين متعلق بالمسدس وقتل الراجل فورا. بعدها بويس دم إيديه وخلى المسدسات تطلع وقتل العصابة كلها قبل ما حد يلمسه، وقبل ما يمشي أخذ التعبان بتاعه معاه. نرجع لجراي. راحت برج مهجور واستخبت فيه وسابت فلوس لست عمياء اللي عرفت إنها جراي بسبب طيبتها. بعدين زارتهم الملكة ومعاها جريس قائد المراقبة. الملكة كانت عاوزة تشتري قدرة التحول لذئب ودفعت بجواهر ضخمة. جراي عمرها ما بترفض طلب لحد، فوافقت وقالت إنها هتجيب صياد يقتل واحد متحول وياخد قدرته، والميعاد ليلة القمر الكامل يعني بعد 6 أيام. وهي بتجهز سكاكينها عشان تمشي، جريس طلب منها أمنية كمان، إنه عاوزها تفشل في المهمة بتاعة الملكة. أقسم إنه مخلص ليها، بس بيقول إن القوة دي هتدمرها. جراي ما صدقتهوش وافتكرته غيران، بس برضه خدت الساعة بتاعته كأجر. بعد كده استخدمت تعويذة عشان تشوف الأراضي المفتوحة